احيانا كتير قوي 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 بناكل اكل صحي في تو مايند سيتس بيخلوني اني اركز على الاكل الصحي. هسميه صحي بقى المره دي مش مغذي. في مايند سيت بتاعت الدايت، وفي مايند سيت ليها علاقه بالفود فريدم، وهنشرح دي وهنشرح دي دلوقتي. عقليه الدايت، تمام، دايما رابطه الاكل الصحي بالوزن. دي اهم حاجه، الوزن وسعرات. دي الرابطه الاساسيه للاكل الصحي وللمرض. 3 حاجات. فانا وزني زاد، ودايما هو هنا الاكل الصحي بيبقى رياكشن مش ريسبونس. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ان الاكل الصحي بيبقى دايما رد فعل. وزني زاد، انا لازم من بكره هقطع نشويات، هاكل سلطه كتير، هاكل خضار كتير، هشرب ميه، هاخد الفيتامينز بتاعتي، هلعب رياضه، هعمل مش عارفه ايه. دي حاجه. لقيت مثلا ان انا داخله على مقاومه انسولين، او عندي سكر، او عندي ضغط، او عندي مرض ما زي كوليسترول مثلا. الحاجات دي انا لازم اخس، هقطع مش عارفه ايه، هاكل ايه هاكل ايه هاكل ايه هاكل ايه. ودايما دايما دايما بيبقى وقتها نظام الاكل بتاعي مش بحكم عليه ان هو صحي ولا غير صحي، لا، انا ببقى بحكم عليه انهي بينقص الوزن اسرع. دي اول حاجه. انهي هيخليني بسرعه كده. فممكن الاقي نفسي ان انا كمان نتيجه الفكره دي، كل اللي انا مركزه عليه ان انا بشيل من الاكل بتاعي، هشيل النشويات، هشيل الجلوتين، هشيل مش عارفه ايه، هشيل الدهون، هشيل وات ايفر. فهي الطريقه اللي دايما بيبص بيها على الاكل الصحي مرتبط دايما معاه بالوزن فقط لا غير. طيب، وصل الشخص للوزن في اي وقت من الاوقات، او آه، الشخص خلاص يعني بقى في الوزن الطبيعي بتاعه او المناسب لجسمه او الكلام ده، بيبقى في مفترق طرق كده. يا اما الشخص ده بيقلب الموضوع معاه بخوف شديد، خوف من رجوع الوزن تاني، فتلاقيه كل لقمة معاه او كل حاجة معاه مرتبطة بالخوف. انا لو اكلت هتخن، لو اكلت هتخن، لو اكلت هتخن، لو اكلت هتخن. او الناحية التانية، ان هو يبدأ يفتح بقى، يعني احنا وصلنا خلاص للوزن اللي احنا عايزينه، ويبدأ ايديه تجيب حتة حتة في حتة من الاكل اللي هو كان منعه بشكل تام وقافل عليه خالص. فيبدأ ياخد منه ايه، واحدة في واحدة في واحدة، وايديه تتمد 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 لحد ما يلاحظ ان هو بقى بياكل كميات كبيرة، والوزن ابتدى يرجع تاني، ويرجع يقول ان هو ارادته ضعيفة، ويزهق ويقول انا امتى هفضل بالطريقة دي للكلام ده كله الى اخره. دي لما بيكون الاختيار بتاعي او الموتيف بتاعي جاي من حتة ان انا من بره، جاي من بره، اللي هو ايه، اللي هو وزني زاد جدا، صحتي بقت في النازل، عندي مرض ما، عندي مشكلة ما. فده كله بقى يستدعي اللي هي لما بيروح للدكتور يقول للدكتور انت محتاج تخس ومحتاج تعمل دايت. بس ما بيقولوش بقى ان انت محتاج a healthy lifestyle. a healthy lifestyle. الهيلثي لايف ستايل، او يجي الدكتور وقتها يقول له والله انت محتاج تخس، محتاج تخس مش عارفه كام، وابدا بقى اعدل اللايف ستايل بتاعك، ابعد عن التوتر، كل اكل صحي، لو بتشرب سجاير مثلا للرجاله او للستات، بتشرب سجاير وقفها، اتحرك اكتر والعب رياضه والكلام ده كله. تيجي انت تطلعي من عند الدكتور حاسه ان يعني ده تو ماتش، تو ماتش عليكي ان انت بتعملي كل ده، وتلاقي نفسك ان انا
يعني overwhelmed جدا بحاجات كتير وتو ماتش خطوات، فتلاقي نفسك مش عارفه تعملي حاجه خالص يبقى احساس كده ان مش عارفه اتحكم في نفسي. دي كده الموتيف لما بيكون جاي من بره، جاي من الوزن، من الشكل، من الكلام ده كله. ف فدي اول نقطه. طيب النقطه الثانيه او الموتيف الثاني اللي هي المينتاليتي الثانيه والعقليه الثانيه هي عقليه الفود فريدم او الحريه الغذائيه. في ناس كتير ماشي بتفهم ان الحريه الغذائيه يعني انا هاكل اللي انا عايزاه بالكميه اللي انا عايزاها بالنوعيات اللي انا عايزاها في اي وقت في اي مكان باي كميه وخلاص انا حره اعمل اللي انا عايزاه. تمام. دي رياكشن للحرمان وهنتكلم عليها ان شاء الله يا في اخر السيشن النهارده يا بكره. ولكن لما بنقول حريه غذائيه حريه اختيار. تمام. حريه اختيار الانسب ليا ايه. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى ايه الانسب بالنسبه لجسمي، بالنسبه لصحتي، بالنسبه لروحي، لان الروح جزء مننا برضو يعني. فانا دايما وقتها لما باجي اختار هلاقي نفسي بختار على اساس هو ايه المفيد ليا اكتر. هلاقي مثلا ان انا المفيد ليا اكتر ان انا اكل مثلا لو هنتكلم مثلا عن العيش. انا بالنسبه لي المفيد ليا اكتر ان انا اكل العيش مثلا البلدي او العيش الحبه الكامله. تمام. وفي نفس الوقت طب انت بتستمتعي بانهي يا نورهان اكتر؟ انا بحب بستمتع بالعيش الابيض اكتر بصراحه يعني. ولكن العيش الحبه الكامله بالنسبه لي انسب. ليه انسب؟ لان اولا هيديني طاقه اعلى، لان اولا مش هيعمل لي حموضه لان انا شخص العيش الابيض الصبح بيعمل لي حموضه. لان اخف على معدتي في الهضم وبيديني الطاقه المستدامه والشبع لمده طويله اللي انا عايزاه. اذا فانا بختار الانسب هنا ليا. انا حره اختار ده او ده، بس انا هنا اخترت الانسب ليا للاحتياجات بتاعه جسمي فاخترت ده. تمام. وهنتكلم بقى على الحلويات والنقط دي لان هيجي لي اكيد السؤال بتاع طب ما هي الحلويات مش مناسبه ليا في اي شكل من الاشكال، يعني لا مهمه لصحتي ولا الكلام ده كله، بس ممكن تكون مهمه لروحي، لاستمتاعي لطعم معين انا عايزاه بشكل معين. فهي مفيده هنا لروحي. هي الفكره بقى في الكميه اللي احنا بناخدها بيها ودي نقطه هنتكلم عليها ان شاء الله. تمام. الاختيار او الوزن مش هو المعيار الاساسي لاختياري في الاكل. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مش دايما بختار الاكل بناء على ايه سعراته اقل او اكتر. لا، انا اختياري ايه اللي انا فعلا عايزاه وهيديني الاستمتاع اللي انا عايزاه، ايه اللي انا فعلا حابه اني ادخله جسمي. وثالث نقطه ودي هنتكلم عليها بالتفصيل ان شاء الله هي نقطه ال 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 ايه اللي انا عايزه جسمي يحسه بعد الاكل وات ايفر نوع الاكل ايه ودي هنتكلم عليها. طيب في نقطه بقى، في حته فاصله كده او خط في النص رفيع خالص ما بين الدايت وما بين الحريه الغذائيه. لو انا شخص طالعه من دايت او كان بقالي سنين بعمل دايت او عايشه بالمنتاليتي بتاعه الدايت، تلقائيا اللي انا جسمي هيبقى محتاجه في الوقت ده هو ان هو ياكل الحلويات، ياكل المخبوزات، ياكل اي حاجه اتحرم منها. يعني هيبقى ما هو الاقي نفسي فانا بقول انا جسمي محتاج الشوكليت، جسمي محتاج سكر، جسمي محتاج مش عارفه ايه، جسمي محتاج ايه.
وهكذا. فهلاقي ان انا اصلا اختياراتي كلها مبنيه على الحته الشادو او الجرح اللي كان عندي نتيجه الحرمان ونتيجه الدايتس الكتير. فلاقي نفسي ان انا لما بيتحط قدامي حلويات باكلها كلها، لما بيتحط مش عارفه قدامي عيش ابيض باكل منه اكتر من اللازم. علشان كده الإليت ايتر بيحتاج حته مهمه قوي، اللي هي ان انا قبل ما اعالج الحرمان اللي عندي انا محتاجه اكون مظبطه روتين الاكل بتاعي، وده اللي هنتكلم عليه بكره ان شاء الله. ان انا اكون مظبطه روتين الاكل نفسه، ان روتين الاكل نفسه بتاعي يكون مغذي كفايه. مغذي كفايه ليه؟ علشان ابقى ضامنه اولا ان انا جسمي داخله المغذيات الكافيه اللي هو محتاجها علشان يقدر يعيش كده قبل اي حاجه. فدي نقطه مهمه قوي 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 ان احنا ناخد بالنا منها. اوكي، هحب برضو اسمع الانسايتس بتاعتكم قوي 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 على النقطه دي، لان دي نقطه